معاشر المسلمين، ولقد قرر الأطباء المنصفون والباحثون المعتبرون المتجردون والأخصائيون النفسيون أن زواج الفتاة والفتى ما بين سن 9 إلى 18 من أسباب النضوج الجنسي المبكر، ومن موجبات سهولة الحمل والوضع ونمو الأجهزة ذات العلاقة، ومن دواعي العافية من أمراض السرطان النسائية، ومن موجبات سلامة الجسم والسلامة من العقم وعلل الرحم، ومن ثمرات الزواج المبكر للجنسين قوة الأجسام وتنشيط شهوة الضعفاء وطراوة البشرة وتحسين النسل وإزالة الاكتئاب وقوة الخصوبة والسلامة من الأورام مع حصول الولادة الطبيعية وانتظام أمر الرضاع الذي ينفع الذرية. ولذلكم زوج أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنته عائشة رضي الله عنها، وكان عمرها إذ ذاك 6 سنين للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ب3 سنين، دخل عليها وهي ابنة 9. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة. وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على أنه يجوز للأولياء من الآباء وغيرهم تزويج الصغار ممن تحت ولايتهم من الجنسين إذا كان في ذلك مصلحتهم، إلا أنه لا يجوز لأزواج البنات الصغار جماعهن إذا كن صغارا إلا إذا صلحن للجماع واحتملنه، وأحوال النساء في ذلك تختلف على قدر خلقهن وطاقتهن. وقد ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم من القرون المفضلة تزويج مولياتهم من أولادهم من الذكور والإناث وهم في حال صغر سن، كما ثبت ذلك عن أعيان من الصحابة، واستمر على ذلك المسلمون في سائر الأعصار والأمصار. فمنع ذلك أو القدح فيه اعتراض على القرآن العظيم وتجريم لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقدح في منهاج وسيرة خيار هذه الأمة. معاشر المسلمين، الزواج المبكر للشباب أغض للبصر وأحصن للفرج وأصلح للقلب وأطيب للنفس وأصفى للذهن وأعون على الطاعة وأحرى بتحصيل المصلحة ودرء المفسدة، كما أنه عباد الله من أوسع أبواب الرزق وموجبات تفريج الهم، وأدعى لقرة العين بالأولاد، ففيه تحصيل زينتي الدنيا والآخرة، وهو نوع ضمانة لسعادة الأخرى، مع ما فيه من المبادرة إلى تكثير الأمة وإغاظة أعداء الملة، وكم فيه من تحصيل بركة ووقاية فتنة. وكفى بطاعة الله تعالى وحسن التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم غنيمة، وكذلك باتباع سبيل المؤمنين الذين هم خيار الأمة بإحسان. وتلكم الثلاث هن جماع خيري الدنيا والآخرة، ووسيلة للزحزحة عن النار والفوز بعلي الجنان ومجاوزة الرحمن.